السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في احسن صحة واحسن حال وراحة بال من رب العالمين. فيديو النهاردة بإذن الله يعجبكم جدا. فيديو النهاردة هنقول على شوية نصايح كده مهمة. بمناسبة بقى إن احنا داخلين على عام دراسي جديد. خلاص كلها اقل من شهر. والمدارس طبعا داخلة خلاص على الابواب. هقول لكم كده على شوية نصايح كده بإذن الله يعني تستفيدوا منها. تعالوا كده اقول لكم على اول نصيحة معانا. هو تنظيم النوم. طبعا احنا دلوقتي في اجازة، كنا واخدين اجازة طبعا طويلة. بعد طبعا 3 شهور ولا حاجة مثلا اجازة، راجعين خلاص طبعا للمدارس. آه، صيف بقى وحر وولاد سهرانة بيسهروا واحنا كمان بنسهر معاهم. عشان تيجي مرة واحدة يعني تنيميهم وتعوديهم مثلا على الصحيان بدري مرة واحدة. طبعا مش هينفع، لازم طبعا تعوديهم واحدة واحدة. هنبدأ من دلوقتي كده كل يوم، او او يعني مثلا ايه، النهارده هو ولادي مثلا بيناموا الساعة 3، هبدأ انيمهم كده النهارده الساعة 2. اجي بكرة برضو نفس الموضوع الساعة 2. اجي بعدها بيومين الساعة 1. كل فترة كده او كل يومين انزل ابدأ ان انا كده اقلل ساعة من ميعاد نومهم. يبقى احنا كده هنعود ولادنا يناموا ساعة بدري. زي ما قلت لكم، يبقى اول خطوة يا بنات تنظيم النوم، هنعودهم يناموا ساعة بدري لحد ما نوصل للساعة 10. وده كده الوقت المناسب جدا لميعاد النوم. تمام. لو عندك بقى اولاد في مرحلة الكيجي، طبعا بيتعبونا جدا في الصحيان، فدول طبعا يناموا من بدري عن كده، يعني من الساعة 9 يكونوا نايمين. تمام. هتيجي بقى لتاني حاجة وهي تنظيم الوقت. تنظيم الوقت، طب يعني ليه ننظم وقتنا؟ طبعا ضروري جدا ننظم وقتنا. احنا وقت الدراسة يا بنات بنودي ولادنا المدرسة، وبنرجع من المدرسة نروح معاهم على الدروس وننزل على الدروس. اليوم كله بيبقى ضايع نزول وطلوع معاهم من المدرسة للدروس. تمام يا بنات. يبقى من المدرسة للدروس كده انتي اليوم بتاعنا كله في الشارع وضايع بقى ايه، ضايع معاهم. طب بالنسبة للأكل والشرب والبيت، يبقى انتي كده محتاجة فعلا تنظمي وقتك. هتعملي ايه؟ هتنزلي توديهم المدرسة الصبح وانتي راجعة. هتكوني انتي قبلها مثلا عارفة انتي هتطبخي ايه او هتعملي اكل ايه، غدا ايه. تكوني بقى وانتي راجعة كده لا تعدي على السوق وتجيبي طلبات الغدا. يا اما بقى مثلا لو انت مثلا في طريقك كده بتاع الخضار بتاع اللحمه بتاع الفراخ، ايا كان بقى الطلبات اللي انت هتشتريها بتاع السمك، ايا كان الطلبات اللي انت هتجيبيها في طريقك هاتيها وانت مروحه. خلاص انت جبتي طلباتك، هتروحي البيت هتروحي عامله بقى ايه، محضره الغدا اللي انت هتعمليه، محضره الغدا بتاعك. كده يبقى انت كسبتي وقت برضو. تمام. هتنزلي برضو تجيبي الولاد وترجعي البيت. شوف بقى مثلا لو وقت فطار هتجيبي كده فطار وتفطروا مع بعض، وانتي برضو خلاص انتي كده محضره الغدا برضو. وخلاص يعني انت كده حضرتي الغدا وفطرتوا، الولاد راحوا المدرسه ورجعوا. في دروس والله قبل ما ننزل على الدرس كده مثلا لو في لسه وقت ممكن ناخد مثلا نص ساعه كده راحه، بحيث ان ولادنا لما يجي ينزلوا على الدروس يكونوا كده عارفين ايه، يركزوا في الدرس، يبقى في تركيز في الدرس. تمام. يبقى لازم تاخدي نص ساعه كده راحه انت والولاد. تمام. من نص ساعه لساعه بالكتير قوي تاخدي راحة. عشان لما الولاد تيجي تنزل دروسهم تكون كده الولاد فايقة وعارفين يركزوا في الدروس بتاعتهم. تمام. يبقى دي كده تنظيم الوقت. وقلنا تنظيم النوم وتنظيم الوقت. دي كده تاني نصيحة. تالت بقى نصيحة يا بنات الجدول. ما ينفعش ولادنا يناموا من غير من بالليل يكونوا محضرين الجدول بتاعهم. ما ينفعش نروح كده بالشنطة مليانة كتب مليانة كشاكيل. الحمد لله دلوقتي المدارس فيها جدول، مش زي زمان كده كنا بنشيل الشنط كده على ظهرنا ومفيش جدول، وبنروح كده بكتب كتير كده وكل حاجة على ظهرنا شايلينها في الشنطة، بسبب يعني ان ما كانش في جدول، او احنا ما كناش حتى لو في جدول ما كناش بنهتم. فاحنا طبعا هنخلي ولادنا يحضروا الجدول بتاع الشنطة بتاعتهم من بالليل. يصبح الصبح كده خلاص هو محضر الجدول ومحضر الشنطة بتاعته، يبقى بس كده على السندوتشات واللبس وخلاص على كده.
تمام. طبعا احنا هنصحى طبعا قبل ولادنا بنص ساعة كده، قبل ولادنا بنص ساعة نحضر لهم السندوتشات. نحضر لهم حاجة كده مثلا لو هيشربوها ولا أي حاجة، سندوتش كده على السريع ياكلوه برضو قبل ما ينزلوا. نحضر لهم السندوتشات وهم خلاص محضرين الجدول بتاعهم من بالليل، هيلبسوا بس كده وخلاص وينزلوا على المدرسة. تمام. يبقى ضروري جدا ونقطة مهمة جدا تنظيم الوقت ده، دي نقطة مهمة جدا يا بنات. وتالت حاجة زي ما قلت لكم الجدول برضو ده مهم جدا. رابع حاجة بقى يا بنات، وليه بقى اللي يعتبر مهمة جدا قبل مثلا ما نخش على المدرسة كمان، هي يا بنات الجرد على الملابس والكتب والشنط. قبل ما نخش المدرسة نشوف ينفع الملابس بتاعتنا لو هو نفس الزي بتاع المدرسة، والزي ما فيهوش اي حاجة وسليم وتمام، هنمشي بيه الدنيا يا بنات. ان انتوا عارفين دلوقتي ان الدنيا غلا، وطالما ان الهدوم او الزي المدرسي المدرسة كويس ما فيهوش اي حاجة، يبقى تمام هنمشي بيه. طب لو الزي مثلا ايه معناش برضو، يعني احنا يعني مش معانا والزي مثلا مقطوع، عادي نوديه عند الخياط هيظبط لنا مكان القطعة. طب مثلا احنا غيرنا خلاص المدرسة، يعني مثلا خرجنا من مرحلة لمرحلة وعندنا الزي سليم برضو ما فيهوش اي حاجة. طبعا المرحلة يعني بتغير من ابتدائي مثلا لاعدادي، طبعا الزي بيتغير، فطبيعي ان انت كده هتجيبي للاعدادي زي جديد، وعندك الابتدائي كويس وما فيهوش اي حاجة. طبعا احنا مش هنرميه يا بنات، هنغسله برضو غسله حلوه، ولو في اي حاجه مش مظبوطه يعني نظبطها، في اي قطعه هنظبطها. ونكيسه كده برضو يعني في كيسه حلوه، ونبدا كده نديه لاي حد محتاج يكون محتاجه فعلا ولسه ايه في المرحله مثلا في الابتدائي مثلا بتاعه الزي اللي انا بتكلم عليه. سيان بقى ابتدائي اعدادي انا بتكلم عامه ان احنا هنستفاد بالملابس ديت. لو انت مش محتاجاها خلاص هتديها لحد محتاج في جمعيات خيريه. في حاجات والله يا بنات بتبقى على الفيس برضو، صفحات على الفيس. كذلك برضو يا بنات الكتب. آم، مش هينفع طبعا نديها اللي بتاع روابيكي ادينا 5 جنيه ولا 7 جنيه ولا 8 جنيه فيهم. لا ممكن نديهم لحد محتاجهم. الكتب طبعا عارفين ان بتبقى غالية جدا، ممكن تبدليهم مع حد. في ناس بتبقى على الفيسبوك صفحات كده بتقولك انا عندي اعدادي وعايزه مثلا ثانوي، عندي ابتدائي وهاتي اعدادي، بيبقى في تبادل، يبقى انت استفدتي وهم استفادوا، انت استفدتي كده في نفس اللحظه وهم استفادوا برضو، يعني الحمد لله يعني ايه. آه يعني خدنا ثواب وفي نفس الوقت احنا فدنا بعضينا برضو، فدنا بعض. انا استفدت والطرف التاني برضو استفاد. تمام. كذلك برضو يا بنات في الشنط، في الشوز برضو الكاوتشات، احذية المدارس كذلك برضو. لو في قطعة نوديها برضو عند بتاع الشوز برضو يظبط لنا القطعة اللي فيها ونلمعها تلميعة حلوة. الشنط يا بنات دلوقتي اسعارها مبالغ فيها جدا، لو عندك شنطة وينفع تمشي بيها الدنيا تمام مشي بيها. والله فيها قطعة فيها اي حاجة، عادي نوديها لحد يخيطها لنا. نوديها لحد يخيطها وكده ويرجع عنا تبقى جديدة ما فيهاش اي حاجة، وتغسليها غسلة حلوة وهترجع جديدة. ماشي يا بنات، يبقى احنا اتكلمنا على الجرد على الملابس والكتب والشنط والاحذية زي ما قلت لكم برضو هنعمل جرد على كل دوت. طبعا بنشوف طبعا يعني دي تبقى اول نقطة بنات واهم حاجة قبل ما تخش علينا المدارس. احنا بنبدأ يا بنات نشوف حاجتنا، حاجة زي المدرسة ايه اللي ينفع وايه اللي مش هينفع فيه. غيرنا والله من مرحلة لمرحلة، مش هنرمي اللبس القديم، لا ندي لحد محتاجه يا بنات. الكتب برضو كذلك هيبقى في تبادل بيننا وبين حد كده في الكتب. مفيش حد والله تتبادلي معاه والحد ده محتاج اديهاله، ان شاء الله باذن الله ربنا هيكرمك من وسع وهتعرفي تجيبي الكتب اللي انت محتاجاها برضو، احسن ما كنت تبيعيها وتاخدي 5 جنيه. تمام يا بنات. نيجي بقى يا بنات لخامس حاجة. نشتري بقى يا بنات لما نيجي ننزل بقى نشتري الحاجات اللي ناقصانا. خلاص مثلا لو احنا عندنا شنطة خلاص قلنا اوريدي مش هنجيبها. عندنا مثلا ملابس مش هنجيب. ناقصنا مثلا كشاكيل بقى كراريس واقلام والحاجات ديت، لما ننزل نجيب يا بنات نشوف اي حد من قرايبنا اخواتنا ولاد خالتنا اي حد. الحاجات دي يا بنات لما بنجيبها بالجملة بدل ما تجيبيها لوحدك وتجيبيها مع قرايبك بيكون احسن. الفرق بيكون طبعا يعني حلو، الفرق بيبقى يعني حلو في السعر.
يعني بيبقى في فرق في السعر يا بنات. الفرق دوت طبعا يعني هيفرق معاكي طبعا انت وقريبتك. هتجيبوا مثلا دستة الكشاكيل تقسموها، الكراسات تقسموها، الاقلام تقسموها، القلمة الجاف، القلمة رصاص، الوان، اي حاجه بقى يا بنات تقسموها مع بعض. طبعا بتبقى ايه، في فرق في السعر يا بنات. ماشي. هنيجي بقى يا بنات نتكلم على سادس نصيحة. اعود ولادي يا بنات لما يجي ياخدوا المصروف بتاعهم، لو مثلا انا ولادي بياخدوا 5 وغيرهم بياخد 10، ما يجيش يقول لي اشمعنى. دي ارزاق، دي ارزاق. ما نبصش في ايد يعني حاجه في ايد غيرنا. ربنا يرزق الناس كلها يا رب. فما نعود ولادنا ما يبصوش لحاجه في ايد حد. ونعرفهم دايما ان البركه في القليل، ان ربنا هيبارك لهم في ال5 جنيه اللي معاهم، او في ال10 جنيه المصروف اللي واخدينهم. فربنا هيبارك لهم فيهم. فلازم نعود ولادنا على البركه في القليل، ان نعودهم على حاجه يعني ما يبصوش لاي حاجه في يعني في ايد غيرهم. من مصروف بقى لشنطه، شنطه مدرسه. ما يجيش يقول لك مثلا ايه، انا صاحبتي يا ماما جايبه شنطه بعجل. دلوقتي يا بنات الشنطه ام عجل ب 1300 جنيه. يعني انا والله انا بحكي لكم حاجه وحياه ربنا يعني بتحصل معايا فعلا اليومين دولت. بنتي مثلا تقول لي شنطه بعجل، هي اولا مش عمليه. ان انا كنت جايباها لبنتي التانية ما كانتش عمليه والله العظيم. ما قعدت معاها اسبوع، وكانت برضو والله العظيم من سنتين برضو يعني من سنتين، وكانت برضو بمبلغ والله العظيم، وما عادتش معاها اسبوع. بنتي الصغيره داخله المدرسه السنه دي وبرضو نفس الموضوع، ماما انا عايزه شنطه زي جارتنا كذا، جايبه بنتها كذا. لا يا حبيبتي ما تبصيش، مش بدات ان انا اعلمها. اولا والله هي مش عمليه، وتاني حاجه هي ب1300. فليه يعني ليه؟ حرام. وكمان انا بدات ان انا اعلم ولادي ان ما يبصوش لحاجه حد، ما نبصش على حاجه في ايد غيرنا. تعالوا بقى نتكلم عن النصيحه السابعه. جدول تنظيف البيت. طبعا لو انت ست بيت بتشتغلي من بيتك، مرأة عاملة، أنا والولاد يعني تحس إن الوقت خلاص بيجري بينا، وإن الوقت بيبقى ضيق جدا. فزي ما قلت لكم طبعا تنظيم الوقت طبعا دي حاجة مهمة جدا 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 يا بنات. كذلك برضو لما تيجي تعملي جدول تنظيف البيت. دي حاجه مهمه قوي يا بنات. لما نيجي ننظف بيتنا، انا مش هينفع مثلا اجي النهارده وانا عندي نزوله مثلا للمدرسه، هودي ابني او بنتي المدرسه، وهرجع من المدرسه اودي على الدرس، ومن الدرس مطلوب مني ان انا ارجع اروق واطبخ واكنس واغسل. الموضوع صعب قوي يا بنات يعني فاهمني. لما نعمل جدول كده بيبقى احسن، لما نعمل جدول للتنظيف يبقى احسن. انا النهارده يا بنات مثلا خلاص انا عملت مثلا السبت حد اتنين تلات، انا النهارده همسك مثلا الاوضه دي مثلا اروقها. الطبيخ طبيعي يا بنات، او الاكل مثلا بيبقى يوم ويوم. لو مثلا لو طبيخ بتمشيه يومين، لو مثلا نواشف بيمشي معاكي يوم واحد. فانت خلاص اهو طبختي النهارده او عملتي الاكله النهارده، هبدا ان انا اروق مثلا كنسه كده على الماشي كده سريعه، اللي هو التنظيف اليومي يا بنات طبيعي، اللي هو هيبقى موجود معانا اوريدي كل يوم. التنظيف اليومي دوت نلمع الحتة العريانة. انما بقى اللي هو التنظيف بقى العميق بقى واعمل كل دوت وانا مضغوطة وفي دروس وفي مدارس وفي نزول وفي طلوع. ومطلوب مننا نهتم بالولاد ودروسهم. اول لما يرجعوا مثلا اراجع معاهم. ده كله يا بنات يعني فاهميني. تم النقطة اللي انا كنت لسه بكلمكم فيها دلوقتي، ان انا يا بنات اول لما يجوا ولادي من الدروس او المدرسة اراجع معاهم دايما، اراجع معاهم الدروس اول باول، عشان ما يبقاش ايه يعني في درس فاتني واجي اخد الدرس اللي بعديه، وولادي مثلا في حاجه وقعت منهم في الدرس الاولاني. كده انا ايه ضغطت على ولادي ان هم خلاص هيبداوا اوريدي هنقعد اهوت هنحفظ يعني درسين مع بعض. كده الموضوع هيبقى صعب. انما لما تراجع مع ولادك اول باول، خدتوا ايه يا ولادي النهارده؟ طب تعالوا نقعد كده مع بعض شويه. يبقى انت تراجع مع ولادك الدروس اول باول اول لما يرجعوا من المدرسه. ودي بنات كانت النصايح بتاعت النهارده، اللي هي طبعا لعام دراسي جديد. اللي هو الثمان نصايح دولت. يا رب كده اكون افدتكم. ما تنسونيش بقى لو لسه ما حطيتيش اللايك، حطي اللايك يلا يا قمر، وانزلي كده اشتركي في القناه لو لسه ما اشتركتيش، وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.